كاين رحيل كيخلي الفراغ، وكاين رحيل كيخلي الراحة. واش عمرك حسيتي بالحزن على شي واحد مشى ومن بعد اكتشفتي ان الرحيل ديالو كان نجاة ليك؟ احيانا اقصى شعور ماشي هو الفراق، اقصى شعور هو انك تحس براسك ما بقيتيش مهم عند شي حد، وهذاك الانسان كان في واحد النهار هو كل حياتك. الحكايه كتبدا برساله كتاخر، ثم مكالمه ما كتجيش، ثم اهتمام كينقص شويه بشويه، حتى كتلقى راسك كتسول شنو اللي تبدل. ولكن الحقيقه ماشي كل تغيير خاصك تلقى له الجواب. كاينين الناس كيكون الدور ديالهم في حياتك يعلموك ماشي يبقاو معاك للابد، وكاين لحظات خاصك توقف فيها قدام المرايه وتقول لراسك انا كنستحق اكثر من اهتمام كيجي مره وكيختفي عشرة. ما تبقاش تجري ورا اللي اختار يبعد، وما تضيعش كرامتك باش تحافظ على علاقه بوحدك كتقاتل عليها. القلب الطيب نعمه، ولكن الطيبه ما خصهاش تولي سبب باش الناس يستهنوا بيك. تعلم تقول كفى، تعلم تمشي بلا ما تدور موراك، وتعلم ان اللي باغيك بصدق غادي يلقاك حتى الا كانت بيناتكم 1000 مسافه. اما اللي كل مره كيخليك تحس انك خيار تاني، فيمكن احسن قرار تاخده هو تخليه يختار طريقه وانت تختار راحتك. ما تخافش من الوحده، خاف غير تعيش عمرك كامل وانت كتسنى اهتمام من شخص عمره ما عرف قيمتك. ما كل من راح على خساره. بعض الناس ملي كيغادروا حياتك كيخليو وجع، وبعضهم كيخليو سلام، والفرق بيناتهم كيبان غير مع الوقت. وحتى لهنا غادي نقول لكم شكرا على حسن المتابعه. وإلا عجبكم فيديو ما تنساوش تشاركوا الرأي ديالكم في التعليق. شنو هي الحاجه اللي قررتوا اليوم تحرموا منها؟ كانت معكم قناه حديث الروح، والى لقاء قريب ان شاء الله. السلام عليكم.